بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يعني أنا تابعت أو كما تابع الجميع في مصر بل في العالم كله ما حصل أمام مجلس الوزراء من هذه الانتهاكات التي قامت بها القوات المسلحة المصرية والمجلس العسكري وجنوده لمعتصمين عزل لا يملكون يعني حتى إلا الطوب كما يقولون، يعني أو على أسوأ الفروض حتى قنابل مولوتوف، وإن كان يعني الأمر يحتاج إلى ذلك. المهم، يعني تابعت هذه للأسف يعني كيف لجندي تخلى عن معنى الجندية وعن عن معنى كلمة الجندية. الجندي الشريف الذي تربينا نحن ونحن صغار على الجندي المصري خاصة والجندي عموما، أن الجندية لابد أن يكون فيها صفات الرجولة والمروءة والدفاع عن المظلوم. أما أن نرى الجنود يقتلون ويضربون يعني العزل وبما فيهم النساء ويعرون النساء أمام العالم، فيعني هذه كانت فضيحة ما بعدها فضيحة. وقل أن هذا العار والله سوف يلحق هذا المجلس العسكري يعني في حياتهم وبعد مماتهم، فإن التاريخ لا ينسى أبدا، وإن التاريخ يسجل كل ما يراه، وسوف يسجل التاريخ هذا المشهد العار، المشهد يعني الذي يعني سوف يكون وصمة عار في جبين هذا المجلس وللأسف الجيش المصري لهذا الفعل الدنيء لتعرية امرأة يعني امرأة ضعيفة وضربها من عدة جنود بهذه الوحشية وهذه يعني القذارة والحقارة. صراحة أريد أن أقول صراحة، أنا يعني كنت متردد في أن أقول كلمة لأنه الكثير تكلم في الموضوع، ولكن هناك بعض الردود يعني اللي سمعتها ورأيتها فأبت علي نفسي كمسلم وكرجل إن أنا يعني على الأقل أشارك بكلمة حق، على الأقل أشارك بكلمة حق، وإن لم أكن يعني قريب من الميدان للأسف، فعلى الأقل أن أقول كلمة حق، يعني لعل الله سبحانه وتعالى يعني أن يغفر لي بها تقصيري في الدفاع عن أخواتي المسلمات. أقول لهؤلاء الذين تكلموا عن هذه المرأة، أقول لهم: أيها الأغبياء الحمقى، حتى وإن كانت سافرة، حتى وإن كانت كافرة، وجب الدفاع عنها. إن الفطرة السليمة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، هذه الفطرة تسعى دائما لعمل الخير وفعل الخير أينما كان ومع أي شخص كان، بغض النظر عن دينه وعرقه، لأن الفطرة السليمة تأمر الإنسان المسلم والرجل المسلم بأن يدافع عن الضعيف، وأن يدافع عن المرأة الضعيفة والرجل الضعيف، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، حيث قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. أفلا تكون أنت هذا النصير للمسلمات أو لتلك المرأة التي ضربت أمام أنظر وأعين العالم وتعرت؟ هل ترضاه لأختك؟ هل ترضاه لأمك؟ هل ترضاه لزوجتك؟ لقد تعلمنا، وأسوق هنا قصة مهمة، تعلمنا قصة مهمة يعني سوف تكون هي الشاهد دائما معي في كلامي معكم. هذه القصة التي ثبتت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغية أي زانية دخلت الجنة في كلب أسقطه، كان الكلب عطشانا فأسقطه، ونحن أظن جميعا نعلم هذه القصة. هذه المرأة دخلت الجنة في كلب أسقطه، فشكر الله لها فغفر لها فأدخلها الجنة. دخلت الجنة بسبب كلب. احنا لا نعير الكلاب أي اهتمام، كلب، ومع ذلك دخلت الجنة. أفلا تدخل الجنة أنت في الدفاع عن امرأة؟
وهي ليست بغية. يعني المرأة البغية دخلت الجنة في كلب، أفلا تدخل الجنة أنت في الدفاع عن امرأة عفيفة شريفة خرجت لكي تدافع عنا، تدافع عني وعنك، وتقول كلمة الحق أمام هذا المجلس المتجبر الذي هو من نسل مبارك؟ هذا هو الدين الذي تربيت عليه، وهذه المروءة والرجولة التي رباها علي ديني ورباها علي آبائي. أنني إن رأيت امرأة في الشارع تضرب أو تسحل، حتى وإن كانت كافرة، حتى وإن كانت يهودية، وجب علي كمسلم وكرجل أن أدافع عنها، ولا أجلس في بيتي. من التعليقات التي سمعتها واستفزتني صراحة كثيرا جدا، يعني صراحة، إنه بعض التعليقات تقول أصلها كانت لابسة عباءة على اللحم. الله أكبر، سبحانك ربي. وهل هذا في هذا، هل معنى ذلك أنها كانت فاسقة؟ هل معنى هذا أنها كانت إنسانة والعياذ بالله غير شريفة؟ فلتلبس العباءة على اللحم يا أخي، ما دخلك أنت؟ إيه مشكلتك في أن تلبس العباءة على اللحم؟ إيه العيب في كده؟ هي حرة طالما غطت جسمها. هل هذا مبرر لأن تجلس في بيتك؟ يعني أنا شايف أن هؤلاء الناس بتحاول تختلق الأعذار لنفسها، بتحاول تشوف أي عذر لنفسها عشان ما نزلش تنصر هؤلاء الناس أو تنصر تلك النسوة أو تلك المرأة. فمش عايزين يقولوا أي مبرر وخلاص، أصلها كانت لابسة عباءة على اللحم، وما المشكلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم من أدراك أصلا أنها كانت تلبس عباءة على اللحم؟ لعلهم مزقوا ثيابها فظهر هذا الذي رأيته. ألا تنقذها من هؤلاء الذئاب الذين لا مروءة ولا رجولة عندهم، ولا جندية حتى، ولا معنى من معاني الجندية عندهم؟ أعيد وأكرر، إن المرأة الزانية دخلت الجنة في كلب أسقطه. أفلا تدخل الجنة أنت في امرأة كان لابسة عباية على اللحم؟ يعني المرأة دخلت الجنة في كلب أسقطه، فلا تدخل الجنة أنت في امرأة كانت لابسة عباية على اللحم متعرض؟ هذا إن كانت فعلا كما تقول. تعليق آخر من شخص آخر يريد أن يبرر لنفسه عدم النزول والنصرة، يقول لك أصلها كانت، إيه اللي دخلها وسط النساء وسط الرجال؟ إيه اللي نزلها في الشارع؟ نزلت لأنك حضرتك ما نزلتش، إن حضرتك ما نزلتش، لأن لو حضرتك نزلت وحضرتك دفعت عنها ما كانتش نزلت. هذا أولا. ثانيا، من قال من علماء المسلمين الذين نزلوا منذ أن بدأت الثورة المصرية والثورات العربية كلها، ونحن جميعا نرى جميع علماء المسلمين يشاركون فيها، وأنا بنفسي رأيت وقابلت عدة مشايخ في ميدان التحرير، ومنهم الشيخ محمد عبد المقصود وغيره من علماء المسلمين، لم أسمع من هؤلاء العلماء الأجلاء بأنهم قالوا أن مشاركة النساء في الثورات كانت حراما، أو نزولهم في وسط الثورة وسط الرجال كانت حراما. لم نسمع منهم هذا والله. بل كان الشيخ يمشي وكان يرى النساء على اليمين وعلى الشمال، وليس فقط الشيخ محمد مسعود، أنا قابلت غيرهم كثير في ميدان التحرير ولم أرى منهم تعليقا بأن هذا حرام. سبحانك ربي، لماذا تبررون أنفسكم وتقاعسكم عن دفاع عن نصرة تلك المرأة وغيرها بهذا الكلام الأحمق، الكلام الغريب الذي لا يقوله للأسف يعني إلا إنسان مخزول وإنسان جبان، بأنها دخلت وسط الرجال؟ أقول لك إن المرأة الزانية دخلت الجنة في كلب أسقطه. أفلا تدخل الجنة أنت في امرأة أخطأت في دخولها وسط الرجال؟ الثانية أخطأت وفعلت فعل المنكر وهو الزنا والعياذ بالله، فدخلت الجنة بكلب. أفلا تدافع عنها وتدخل الجنة أنت لمجرد أنها نزلت وسط الرجال؟ هذا إن كانت فعلت هذا أصلا، هذا إن كانت فعلا هي كده. سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. ثم يأتي شخص آخر ويقول لعلها نزلت لكي تورط الشعب أو تورط الإسلاميين والإخوان والسلفيين ليصطدم مع العسكر. أقول سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. هل شققت عن قلبها؟ هل أنت عرفت نيتها؟ نحن لا نطالب بأن نشق عن صدور الناس، نحن مطالبين بالدفاع عنهم دون أن نشق. يا سبحان الله، ألم نقرأ في التاريخ
ألم نقرأ في التاريخ بأن المعتصم ذهب وداء بجيش كبير وقال لكلب الروم سوف أرسل لك جيشا أوله عندك وآخره عندي، يحبون الموت كما يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة من أجل امرأة واحدة. هذه المرأة لم يكن المعتصم لما جاءه الرجل قال يا أمير المؤمنين هناك امرأة في بلاد الروم، في بلاد الكفر يعني، بلاد الروم، يقول له يا أمير المؤمنين هناك امرأة في بلاد الروم تستنجد بك. لم يكن المعتصم. وإيه حلها؟ هل هي ملتزمة ولا مش ملتزمة؟ هل هي كانت مرتدية النقاب أم الحجاب؟ لم يسأل هذا. لم يكن المعتصم لعلها تريد أن تورطنا في حرب، مش في الصدام بقى مع العسكر والمجلس العسكري، لا، في حرب، لعلها تريد أن تورطنا في حرب مع الروم وإحنا مش في وقت حرب دلوقتي وعايزين نبني البلد. ما قالش كده المعتصم، إنما وقف المعتصم لأن المعتصم كانت تجري فيه الرجولة، في دمه الرجولة والمروءة والإسلام، كان يجري فيه دين الإسلام وكان يجري فيه مروءة الرجل المسلم. فوقف من على، وكان كما قرأنا في التاريخ كان في يده كأس من ماء فوضع الكأس ووقف وقال لبيك يا امرأة، وأرسل جيش يدافع عن هذه المرأة لمجرد أنها استنصرته فنصرها. هذا هو الواجب الذي لابد أن نفعله إن كنا فعلا مسلمين ورجالا، لا أن نبرر لأنفسنا مبررات يعني للأسف سخيفة. أنا رأيت الشباب المسلم الذي خرج وجاهد في البوسنة وفي الشيشان وفي أفغانستان وغيرها. هؤلاء الشباب الذين ذهبوا لكي يجاهدوا في تلك البلاد ويدافعوا كانوا يذهبون للدفاع عن المسلمات هناك، وكان معظم تلك النسوة لا يلبسون الحجاب. ولم يقل واحد من علماء المسلمين أنتم ذهبتم لفعل خاطئ، بالعكس، وقفنا معهم جميعا وقلنا لهم جزاكم الله خيرا، وقلنا لمن قتل منهم أنه شهيد بإذن الله سبحانه وتعالى. فما الفارق؟ ما هو الفارق؟ سبحانك ربي، إن ديننا أمرنا أن ندافع عن المرأة الكافرة اليهودية، أو يهودية كانت أو نصرانية، طالما أنها مستضعفة ويضربها رجل. لذا كنت أمشي في الشارع ورأيت امرأة يغتصبها أو يحاول أن يغتصبها رجل أو يقتلها رجل، حتى وإن كان هذا الرجل مسلم وهي كافرة، وجب علي أنا أن أدافع عنها، حتى وإن قتلت فبإذن الله أكون شهيد. هكذا تعلمت من ديني، هذا هو الذي تعلمناه. أفلا أقول وأكرر إن المرأة الزانية دخلت الجنة وغفر الله لها في كلب أسقته، أفلا تدخل الجنة أنت في امرأة كافرة؟ حتى هذه طبعا إن كانت هذه المرأة كافرة، ونحن نعلم أنها كانت لابسة الحجاب، حتى وإن كانت كافرة وجب علينا الدفاع. لقد تعلمنا من علماء المسلمين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا العالم الجليل الذي عندما دخل هولاكو إلى بغداد وأسر عدد كبير من الأسرى، وكان من الأسرى مسلمين ونصارى ويهود، ونحن نعلم أن في بلاد المسلمين دائما كان يعيش المسلمين واليهود والنصارى بلا أي مشكل، كل له دينه، ويحاسبنا الله يوم القيامة عن كل عن عمله. قضية الولاء والبراء أمر آخر، أما قضية المعاملة مع الناس والتعايش مع الناس هذا أمر آخر. ومع ذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو بيوصم بالتشدد، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هولاكو وقال له أريد أن تخرج الأسرى، فقال له هولاكو سوف أخرج لك الأسرى ولكن المسلمين فقط. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا، بل تخرج جميع الأسرى بما فيهم النصارى واليهود. ولما علم هولاكو هذا العالم وجرأته في الحق أطلق جميع الأسرى بما فيهم المسلمين واليهود والنصارى. الله أكبر، هذا هو الفعل الذي لابد أن يفعله كل مسلم. من أراد أن يرجع فليرجع إلى كتاب جامع البيان في تأويل القرآن للإمام الطبري الجزء 17 الصفحة 106، هذا الكلام موجود فيه، وغيره من القصص المشهورة في كتب المسلمين. أعيد وأكرر إن المرأة الزانية دخلت الجنة وغفر الله سبحانه وتعالى لها في كلب أسقته، أفلا تدخل الجنة أنت في امرأة يهودية أو نصرانية تتعرى أمامك؟
هذا إن كانت كذلك، هذا إن كانت أصلا يهودية أو نصرانية وهي امرأة مسلمة. ونحن ندافع عن الجميع، لأنه واجب علينا أن ندافع عن الجميع. أنا أعيد وأكرر وأختم أقول وأستسمحكم عذرا في يعني تعصبي ويعني انفعالي، أنا آسف على الانفعال، ولكن والله يعني من الحرقة اللي يعني، وهناك يعني كان في تعليقات كثيرة سخيفة لا أريد أن أكرر وأطيل